أنا عايز أخش دنيا يحرم علي أبقى برا. أحزاب اللي هي المشكلة الرئيسية في الانقسام. عفوا هم مستكترين علينا إن إحنا الشعب يعني. ليس هناك أي إحصاءات رسمية سواء عن الأخطاء الطبية. يوجد إحصائيات، إحنا بدينا نتبع الأخطاء الطبية. بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة تتراوح أعمارها بين 45 إلى 70 سنة. التعامل مع الأسرى الفلسطينيين وكأنهم أرقام هو إهانة لهم وإهانة للقضية الفلسطينية برمتها. حاسك يا زلمه صفقتهم هيك لا. هذا الاشي الملفت. الغنمات قاعدين مستعدين للصورة. زوروا فلسطين، احمل الكاميرا وزور فلسطين، رح تلاقي كل شيء جميل. زيارة مشاريع فلسطين الشباب المختلفة، فيديو مسرح فلسطين الشباب، لوز أخضر، ملتقى أدب الشباب. ولا شك أن هناك مساحة لإبداء آرائكم وتعليقاتكم على المواد المنشورة في العدد. من إنتاج مؤسسة فلسطين الشباب للإنتاج الثقافي وبالشراكة مع رايا FM وبدعم من شركة جيل للنشر. من إعداد وتقديم سعد كرزون ونسرين عواد. مساء الخير، أطيب التحيات لكم شباب وصبايا. اللقاء يتجدد بحلقة جديدة من برنامج فلسطين الشباب الأسبوعي على أثير رايا FM. معكم في الإعداد والتقديم أنا نسرين عواد، وفي هندسة الصوت علاء البرغوثي. أدعوكم للبقاء معي خلال هذه الساعة من البرنامج حتى 5 بالشباك الأول وفي قضية فلسطين الشباب. اليوم سنطرح قضية ليست بعيدة عن اهتمامات المجتمع، وهي المجتمع وظاهرة محمد عساف. لا شك أنها تحمل دلالات كثيرة. أما في الشباك الثاني الذي عادة ما يطل على الطلاب وقضاياهم، اليوم سنتحدث عن الإرشاد الأكاديمي للطلبة الجامعيين الجدد، هي ضرورة للأسف غائبة عن الجامعات. أما خلال هذه الساعة وأيضا بعد 4:30 في الشباك الثالث الذي عادة ما يطل على مجلة فلسطين الشباب، هذا الأسبوع سيكون لنا لقاء مع الفنانة هبة بغدادي. هبة شاركت مجلة فلسطين الشباب بعمل فني فيديو أدائي بعنوان ما وراء القناع. أخيرا وبعد 4:30 في المحطة الموسيقية التي تأتيكم كل شهر، اليوم لقاءنا سيكون مع إياد ستيتي، وهو موسيقي ومدير فرقة إلى القدس. برنامج فلسطين الشباب من إنتاج مؤسسة فلسطين الشباب للإنتاج والترويج الثقافي بدعم من شركة جيل للنشر وبالشراكة مع إذاعة رايا FM، ومباشرة إلى الشباك الأول. قضية فلسطين الشباب. إذن هذا الأسبوع ببرنامج فلسطين الشباب وفي القضية سنتحدث حول المجتمع وظاهرة محمد عساف التي لا شك أنها تحمل دلالات كثيرة. للتعقيب على الموضوع معي عبر الخط الهاتفي الفنانة ريم تلحمي. وريم مساء الخير. مساء النور. هلا، أهلا وسهلا فيك ريم. ريم، بداية حابة أبارك لك بألبومك الجديد يحملون الليل. طبعا هذا اللي تعودنا عليه من الفنانين الفلسطينيين تحديدا من حضرتك، التميز الدائم. شكرا كثير، الله يبارك فيك. ريم، بدنا نتحدث كمان بدنا نضلنا بالفن، ولكن بدنا نتحدث عن البرنامج. انبسطنا، ابننا فاز امبارح، فلسطين كلها كانت موقفة على اجر واحدة، واللي ما رأس وغنى على الأقل ضحك من قلبه. يعني بدي أسألك، هل هذا التفاعل، يعني هو السؤال المباشر اللي الكل ربما سأله، هل هذا التفاعل له أبعاد نفسية ومجتمعية كما يعتقد البعض، أم إنه مجرد حالة فرح عادية؟ لا، أعتقد إنه هو أكثر من هيك بكتير. يعني زي في محادثتي السابقة أعتقد معك أنا، فإنه يمكن العلماء الاجتماعيين أو الباحثين الاجتماعيين يعني الموضوع جدير بأنه يأخذ من اهتمامهم شوي ويدرسوه ويبحثوا فيه، إنه هذه الظاهرة فعلا والالتفاف حوالين محمد عساف وصوت محمد عساف وما يمثله محمد عساف يعني جدير بالاهتمام وجدير بالبحث وبالتدوين وتوثيق البحوثات هاي. أعتقد إنه الإشي أبعد من هيك، ومش مجرد فرح بس. إيش ممكن يكون ريم؟ يعني توقعاتك. البعض بيقول إنه حالة نفسية، البعض بيقول إنه رد على السياسيين، البعض بيقول إنه هو محاولة حياة. هو كل هذا مع بعض طبعا بالتأكيد. يعني هو طبعا الإحساس الأولي اللي إحنا لسه مش طالعين منه. أنا كمان مش طالعة منه لهلا، يعني بعد ما هديتش من عاصفة امبارح، وأنا متأكد إنه أنت كمان لا اليوم أنا ماكلة الكنافة اللي هي حلوان عساف وجاي أنا على البرنامج، يعني برضو عايشة الأجواء. خصوصا إنه كنت أنا في طريق العودة من الشمال وشفت كل المظاهر الاحتفال في شوارع القدس، في شعفاط، في بيت حنينة، في البلد
القديمة كان إشي مش طبيعي، جنون بامتياز. وهذا جنون مفرح يعني. هو الجنون المفرح واللي أنا بدي أسألك عنه. البعض قال إنه هذا جميل، يعني إنه نلاقي كل هالاحتفاء من المجتمع الفلسطيني وكل هالحب وكل هالفرح بالفن، يعني هذا هو خلينا نقول مربط الفرس. واللي أنا حابة تعلقي على هذا الموضوع، يعني كفنانة فلسطينية دائما ما كان لك وجهة نظر بهذا الموضوع، وإنت فنانة، وتحياتنا لإلك ولكل الفنانين طبعا اللي قدموا واللي رفعوا اسم فلسطين بما فيه الكفاية وما زالوا. ونضم لكم الآن عضو جديد محمد عساف. فريم، بدي أسألك يعني قديش بالنسبة لكم بالأوساط الفنية مهم هذا الاجتماع أو هذا الاحتفاء المجتمعي بالفن وبالجمال؟ شوفي، أول إشي أنا بدي أبارك لمحمد يعني بشكل شخصي، وما بعرف إذا هو سمعنا، وبعتقد لا من انشغاله وتعبه ومرضه اليوم. أنا بدي أبارك له بشكل شخصي ومن موقع معرفتي فيه الشخصية من قبل سنوات، من أول مرة سمعته فيها. كنت أنا في لجنة تحكيم في مسابقة أخرى تابعة للمعهد الوطني للموسيقى، اسمها مسابقة مارسيل خليفي، وحاز محمد على اللقب الأول كأفضل مغني في مسابقة الغناء. أنا كنت في لجنة التحكيم وأنا بكيت أول مرة سمعته. طلع بعيدا عن كل الأجواء الاحتفالات اللي يعني مش رح تبعد عنا لفترة، بس بدي أعقب على الموضوع الأول. أنا بس بفكر إنه الفلسطينيين بشكل عام تعودوا على مظاهر أخرى تجمعهم، يعني غالبا الفرح كان بعيد عنها، يعني مظاهرات، انتفاضات، حروب، مسيرات، تشييع شهداء. كمان الناس يعني في هاي المسألة تفتقد البطل، تفتقد العنصر الجامع غير المفرق، الرمز، يعني الرمز طبعا. شوفي، احنا كشعب تعودنا على انه يكون في لنا رموز. محمد كان ذكي بهذا الموضوع، وما اكتفى بأنه يخرج من الدائرة الصغيرة إلى الكبيرة، كمان خرج بقوة. كل مسيرته عشان يوصل للمسرح الأكبر كانت مع تحفظ الشديد. كمان مرة برجع بقول تحفظ الشديد تجاه هاي البرامج، تجاه هاي الاستثمارات التجارية اللي أنا بعتبرها إشي ثاني. لكن بالرغم من هيك وصل لمسرح كبير. هو في كل غنائه كان يحمل رموز بلده، رموز شعبه، في أغاني، في اختياراته، في ما عدا لبسه، ما عدا اللبس. أنا كان عندي مشكلة في اللبس، لأنه غير محرر أبدا، هو مقيد. وزي ما حكى حسن الشافعي، يعني إذا أنت حاسس لأحمد جمال، إذا أنت حاسس إنه بدك تطلع من ثوبك، من الجرافة، يعني من البابيوني، اصلح الجاكيت. مش ضروري تتقيد بكل هاي الأشياء الشكلية، خلينا نقول. يعني أنا بشوف إنه إحنا كشعب كمجتمع بنحتاج اللي بيرسم البسمة اليوم، مش وثم كان إذا بدنا نحكي عن الشق الآخر، هو إنه كل الوقت السياسة بتثبت فشلها، كل الوقت. يعني اللي عمله محمد عساف بفنه، بوجوده، بشخصيته، بأدبه، بأخلاقه، بالمكان اللي جاي منه، اللي حافظ عليه، وهذا كان خوف الأساسي منه. قدر يجمع الناس حواليه بكل هذا، صح بفنه. ولأنهم كمان لما كان يوقف على المسرح، يعني أنا شخصيا بحكي من المحيطين فيها، كانوا يشوفوا فيه الفلسطيني الحقيقي، الفلسطيني اللي ما بحاول يلبس توب غير توبه. سؤال جدي تاني انطرح ريم، ونقال إنه ليش كل هالاهتمام بمحمد عساف؟ طب ما في عنا مئات المواهب اللي بتترجى رأس المال وأصحاب النخب السياسية والمالية إنهم يطلعوا عليها ويتبنوها، وما حدا مطلع عليها. اشمعنا هلأ محمد عساف يعني الكل صار بده يتبنى هالموهبة وبده يدعمها؟ هذا سؤال ممكن يتوجه يعني على كبير، يعني يتوجه ينحكى فيه. بس هل هو فعلا ما في تبني لهي المواهب؟ وامتى اصلا بدا الاهتمام في محمد عساف؟ هل في الحلقات الاولى ولا فيما بعد لما بدا يثبت اقدامه وصوته في البرنامج؟ هل كان الاهتمام فيه من البدايه؟ لا، ما كان الاهتمام فيه من البدايه. اذا بدي ارجع ل5 سنوات مضت لما حاز على الجائزه الاولى، شو عملت النخب السياسيه ولا النخب المهتمه في فوز محمد عساف؟ شو عملت؟ شو طرحوا له؟ شو قدموا له؟ شو عملوا له؟ كان مازال في الدائره الصغيره، لم يخرج منها الا لما حس انه هو يمكن مناسب له انه يطلع في هاي الفتره، بعد ما تطورت موهبته، بعد ما صوته ركز، بعد ما اذا بدنا نحكي بالدقيق يعني صوته ركز، بعد ما فهم تماما كيف الامور بتمشي، يبدو حافظ على نفسه وطلع. وانا كان قلقي الوحيد انه يخرج عن بوصلته او يفقدها، فانا توجهت له وحكيت معه في محادثه طويله 45 دقيقه وانا في غزه، انه يحاول قدر المستطاع يحافظ على البوصله، ما ينسى من وين هو جاي، ما ينسى شو بيحمل، ما ينسى المسؤوليه اللي رح تلقى على كتفه.
للأسف السياسيين دائما هم السياسيين، دائما نفس الأفكار، نفس يعني حتى الأشياء صارت مفضوحة. يمكن الموضوع أنا بشوفه حتى ريم، اسمحي لي أشاركك، يعني ما بشوف الموضوع هو ردة فعل على عساف بقدر ما هو ردة فعل من خيبات الأمل اللي دائما السياسيين بعطوها للشعب. فهو مش سبب، هو نتيجة اللي صار مع محمد عساف والتضامن وكل هالتفاعل الشعبي، خلينا نقول الطيب والحقيقي اللي طالع من القلب اللي كان مع محمد عساف. ما كان حدا بيهتم في محمد عساف لولا خروجه هو من الدائرة الصغيرة. هذا فوز فردي شخصي، كل حدا هلأ بده يعزيه لجانبه، بده يحطه إله كل حدا، وهذا تعودنا عليه مش بس من السياسيين، تعودنا عليه من رجال الأعمال، من المستثمرين. هذه لعبة استثمارية عالية كبيرة وخطيرة جدا، وهي جنون. يعني لازم يكون هو ذكي ومهتم وواضح ومفهوم له كل مسارات نجاحه لوين رايحة. أنا بعتقد وبدي أكون واضحة وجريئة هالمرة وأقول إنه ما حدا كان بيهتم فيه لولا خروجه هو هذا فوز فردي، رغم كل الإحساس الجماعي الفلسطيني بالفوز وبالجمال وبالحب وبدموع الفرح، هذا كله شرعي وكله هذا يعني نتيجة حتمية. إنه إحنا يعني من زمان ما شفنا علامات فرح، من زمان ما التفينا حوالين شخص بيجيب لنا فرح من زمان. طيب ريم، كنت بدي أسألك يعني بما إنه بالفعل الموضوع هو لاحق على نجاح وتميز وبداية سطوع نجم محمد عساف، وبالتالي خلينا نقول رأس المال النخب السياسية بلشت تهتم فيه كنتيجة لهذا السطوع ولهذا البروز لمحمد، ما بتعتقدي إنه ممكن هاي كانت رسالة قوية وممكن تغير كل النهج اللي بتتبعه هاي الأطر بتبنيها واهتمامها للمواهب وللإبداعات الفنية والتكنولوجيا الشبابية؟ بمعنى ممكن هي اكتشفت الآن بمحمد عساف قدرة رهيبة للوصول إلى الناس. لا 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 هم بيعرفوا تماما ما يحتويه النسيج الفلسطيني من مواهب ومن قدرات ومن آمال ومستقبل رائع للثقافي والفن الفلسطيني. هم يعرفون تماما هذا الشيء. النخبة تنتبه لنا فقط عندما يهتم فينا الآخرون للأسف. لما بيلمع اسمنا في محافل عالمية، لما بيحبنا الشعب في مواقف معينة بينتبهوا لنا. هيك هي السياسة كل عمرها، وهيك هم السياسيين. يجب أن ينتبهوا منذ زمن بعيد للمواهب. يعني بعرفش قديش، حتى إذا بدي أجي وبدي أصيغها بطريقة تانية يعني اللي هي أكثر تفهم للوزارات أو للنخب السياسية اللي يبتعدوا شوي عن مواضيع السياسة، يبدوا يهتموا تماما، يفهموا قوة ومدى تأثير وأهمية الفن والثقافي في تحرير هذا الشعب، في تقديم فلسطين بأجمل صورة، في كل الشكل الجميل اللي بتحمله فلسطين. ريم، أنا لأنه الوقت بداهمنا بدي أنت توجهتي بعدة رسائل لمحمد، وأنا بتذكر بهذا البرنامج بلقاء سابق تحدثنا عن طبيعة البرامج اللي بتشبه أرب آيدل وغيرها من البرامج، وكان لك دائما رسالة بتوجهيها للفنان، وأنا متأكدة هلأ لمحمد عساف رسالتك رح تكون خاصة، إنه من هون بلشت الطريق، من هون بلش التحدي. العبء اللي انحط على أكتاف محمد عساف أعتقد إنه إلى حد ما بيحتاج إلى مساعدة فيه. أنا أعتقد إنه نعم، الكلام الجميل اللي أخذه، الحكي الحلو اللي أخذه من اللجنة بن قوسين، من مجموعة من اللجنة اللي أنا كثير بحترم رأيها. يعني هذا تقل كبير بنحط على كتفه، إضافة لكل المسؤوليات اللي هلأ ألقت على عاتقه ونحط فيها إنه يأخذ لقب سفير، إنه ينحط يأخذ كل الامتيازات الدبلوماسية من الرئيس الفلسطيني. كل هذه أعباء رح تكون على كتفه، لأنه هو بالنهاية فنان طار بعيدا، اختار الفضاء الأوسع. ما اكتفى عساف بفوزه هون وهناك، يعني هو إحساس وطموحه كان أبعد كتير من هيك. يعني شوفي، أنا يعني رسالتي له، وهي رسالة فنية كمان، يعني ممكن أقولها لمحمد بشكل شخصي قريب لما أشوفه بغزة، ولكن إذا بدي أبدأ هلأ بدي أقول له إنه يعني، أو بدي أقول، بلاش أقول له، لأنه اللي بدي أقول له إياه رح أقوله شخصي. اللي ممكن أقوله لمحمد إنه هلأ وين بده يروح، إيش بده يقدم للموسيقى العربية، ايش بده يضيف من عنده. اليوم حكى محمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين، انتظرناه منذ الصباح، يعطيهم ألف عافية على المثابرة والمجهود الكبير. قال انه هو تربى على الاغاني الوطنيه، وتربى على
المادي هذا اللي كان دائما يغنيها في غزة وبداية من غزة. أنا بشوف إنه هاي كانت بداية موفقة وهي اللي رسمت خطه من البداية. لكن اليوم إحنا شفنا محمد في كافة الأساليب الغنائية، شفناه اختبرت اللجنة وإحنا كمان استمعنا له بكل الأنواع وبكل أساليب الغناء العربي. نعم. فأنا بشوف إنه هو أبعد بكتير كمان من إنه يكون في دائرة مغلقة. لكن حتى في الغناء الوطني، حتى في الغناء الملتزم، لوين بده يروح؟ شو التجربة تبعته رح تكون؟ وأين سيقود غنائه لأي محلات جديدة؟ أنا هذا بالنسبة لي تحدي الفنان مع طبعاً. نفسه، وتحديه في إنه يحط إثبات ذاته صح أهدافه وينفذها. يعني ريم أنا بدي أعتذر منك، بس للأسف يعني بالرغم من إنه الحديث مع حضرتك زي دايما شيق وجميل، ولكن للأسف الوقت بداهمنا. يعني بالفعل وهي الفرحة خلينا نقول وهي مشاعر العز والفخر اللي شعر فيها كل فلسطيني، وشعر إنه محمد بيمثله يعني نكون حريصين عليها لأنه شيء جميل. مهمة، بس نقطة مهمة لازم أحكيها، إنه لازم ننتبه لها منيش كتير. إنه يعني دائما يطلب منا إنه إحنا نكون داعمين للمواهب الشابة، وإحنا دائما نعمل هيك بكل فخر وبكل اعتزاز وبكل حب. بس في نقطة بدي أنوه لها يمكن تحتاج حلقة كاملة، إنه ما دورنا نحن كفنانين ونحن أساسا نحتاج ترويجا. يعني جميل، بلكي بالفعل بلكي بدها مقابلة تانية. ريم بشكرك كل الشكر الفنانة ريم تلحمي. شكرا ريم. مبروك لمحمد عساف. الله يبارك فيكي، الله معك، ابننا كلياتنا. مباشرة إلى الشباك الثاني وطلاب. إذن شباب وصبايا لازلت أتواصل معكم في برنامج فلسطين الشباب عبر أثير إذاعة رايا FM حتى 5. ومن الفن ومحمد عساف وحالة الفرح التي عاشها المجتمع الفلسطيني إلى القضايا الطلابية. اليوم سنتحدث عن الإرشاد الأكاديمي تحديدا للطلبة الجامعيين الجدد، وهي للأسف ضرورة ولكن غائبة عن الجامعات. ضيفتي للتعقيب على هذا الموضوع مرشدة أكاديمية لها باع طويل في الإرشاد الأكاديمي، السيدة بادرة عبد الهادي. وست بادرة صباح الخير أو مساء الخير. شايفة مزاجنا صباحي كله خير. كله خير اليوم، كله خير. ايه بالضبط. ست بادرة، لما بنقول الإرشاد الأكاديمي ضرورة ومش مجرد إكسسوار في الجامعات، بالفعل شو بكون قصدنا؟ والله بداية بشكر إليك هذا الإضاءة على هذا الموضوع، الإرشاد الأكاديمي في الجامعات. للحقيقة جميعا إحنا مقصرين مع طلبة الثانوية العامة، زي ما قلتي إنها مش إكسسوار. فعلا إحنا كجامعات الإرشاد الأكاديمي كوزارة التربية والتعليم عالي كوزارة عمل كثير مقصرين مع طلبة الثانوية العامة، فلازم نفكر جديا في موضوع الإرشاد الأكاديمي اللي هو مفتاح والدرجة اللي الطالب بخطوها، وهي أول خطوة بنحطها فيها على الدرجة الصح إذا اختار الكلية ومن ثم التخصص في طريقة مهنية. الحقيقة هو أمر صعب ومحير اختياره، ولكن عدم الإرشاد الأكاديمي في المدارس يقود هذا الحكي للجامعات، إنه الطالب بيجي وهو مش عارف شو اللي بده إياه. يعني بالعادة دائما من وين تاخدوا المشورة يا طلاب اللي هلأ قاعدين على مقاعد الثانوية العامة؟ بيتقدموا للامتحانات ومشغولين وكل هذا، من الوالد ومن الوالدة ومن الإخوة. بالضبط. عادة ما بياخدوها من الأصحاب، من الأهل. والأهل ويعني للأسف بقول الأهل إنه في بديش أظلم كل الأهل، ولكن عدد كبير من الطلبة المتعثرين بالسنة الأولى أكاديميا هو اختيارهم الأهل. ما بلومهم أنا بهذا الموضوع. أنا بعرف تماما أفسر ليش الأهل بيختاروا الكلية ومن ثم التخصص للطالب. الأب اللي هو طول عمره مثلا عامل بناء أوعد مقاول، هو طول عمره بيحلم إنه يكون مهندس، فبشوف هذا الحكي في ابنه وبالتالي بدفع كل ما يملك ليطلع ابنه مهندس. ولكن بكلية الهندسة أنا هذه مش طموحي، مش تخصصي. المشكلة الأكبر الأصحاب والأصدقاء. يعني بقول لك هالبيئة الجديدة والكبيرة واللي رايحين عليها والجامعة
إنه إحنا كيف بدنا نروح ونكون لحالنا، سواء بالجامعات المحلية داخل الوطن أو حتى خارج الوطن. زي ما بيقولوا حط راسك بين هالروس وقول يا قطع روس. للأسف يعني للأسف اسمحي لي أقاطعك ست بادرة، بالرغم من أهمية هذا الحديث وحضرتك أشرت إلى نقطة هامة جدا، إنه موضوع الإرشاد الأكاديمي مفروض يكون متوجه يعني متوفر للطالب، خلينا نقول بكثافة من المرحلة الثانوية قبل دخوله الجامعة. مزبوط. ولكن حتى بالمرحلة الثانوية إن وجد فهو بطريقة خجولة جدا من ضمن برامج خلينا نقول متفرقة حديثا بلشت تعتمدها وزارة التربية والتعليم. ولكن إذا دخل الجامعة كمان هذا بيحتاج لإرشاد، بيحتاج خلينا نقول عدة معلومات يجب أن يعرفها. بالتالي أنا حابة أسأل حضرتك ويمكن نوعي كمان طلاب التوجيهي، شو أهمية الإرشاد الأكاديمي وشو مفترض الإرشاد الأكاديمي يقدم للطالب بالسنة الأولى؟ بالضبط، يعني كلامك 100% ماشي بالاتجاه الصحيح. بداية من المدرسة أنا عملت هذيك السنة مشروع المدارس، زرنا 90 مدرسة وأجوا زارونا 60 مدرسة. للأسف الشديد حصة الإرشاد الأكاديمي بتروح لحصة فيزياء أو إنجليزي أو رياضيات أو ولكن الإرشاد الأكاديمي طول العام الأكاديمي هي حصة واحدة فقط. فبيجي الطالب على الجامعة كمان زي ما تفضلتي انه ما في برنامج ارشادي لطلبة السنة الاولى اللي يمسك في ايدهم. صدقيني انه السنة الاولى اصعب سنة في الجامعة، والارشاد الاكاديمي هو اللي بيمسك ايد الطالب عشان يوعي ويحضر. الجامعة بحكمها قوانين وانظمة. انت لما تقولي لي انا زي صاحبتي بدي اتخصص لغة انجليزية، انا بفهم ليش قلتي زي صاحبتك. اوكي، في ناس بديش اظلم كمان الطلاب، في ناس عارفين بالضبط وين هم جايين على كلية الهندسة تخصص هندسة معمارية، ولكن 90% من الطلاب وهم الأكبر إنهم هم جايين على الجامعة، وخاصة بالسنة الأولى إنهم ماخدين فكرة عن السنة الأولى إنها هي إذا أنا بدي أروح على الحصة بروح، إذا أنا اللي بدي أطلب من الطلاب أو أتمنى على الطلاب الثانوية العامة عن تعبئة طلب الالتحاق يختار الكلية والتخصص، أوكي، اللي هم بيرغبوه عشان يبدأوا فيه. ولكن لما يدخلوا الجامعة قبل يتأكدوا ويزوروا المرشد الأكاديمي، سواء كان بدائرة التسجيل أو مثلا بأي كلية من الكليات، رؤساء الدوائر حاليا هم عبارة عن مرشدين أكاديميين إذا كان بتسنى لهم الوقت إنهم يروحوا ويزوروهم. الإرشاد الأكاديمي هو مهمة الإرشاد مش بس هي برنامجك وروح وهي حصتك وهي المادة نزلها هذا الفصل وهي المادة أجلها للفصل الجاي. أيوة بالضبط، إنه هاي مثلا الساعة 8 والله ما بدي إياها، هذا الأستاذ والله مش عاجبني ما بدي أخذ معه. الخطة الدراسية تلزم الطالب والمرشد، ولكن أنا اللي بدي بس أنوه عليه، ولا نظرية في الإرشاد بتقول للطالب وين يروح. هلا كل اللي بتعثروا أكاديميا هو بنحط الجزء 50% على المرشد الأكاديمي و50% على الطالب، بس أنا بالحقيقة بقول الطالب هو المسؤول الأول والأخير. الطالب اللي بدفع المصاري، الطالب يوجه أو يرشد أكاديميا. هاي المادة مش هلأ بتاخدها مستوى السنة الثالثة، ما بتقدر تاخدها لأنها إلها متطلب سابق، ولكن الطالب يصر إني أنا بدي هاي المسا، بالآخر بقول له المرشد أوكي روح خده. ولكن ممكن هذا الإصرار يكون ست بادرة لأنه ما في أصلا عنده وعي بموضوع التخصص بشكل عام اللي هو فايت فيه حاليا. يعني هذا بالسنة الأولى مزبوط. بالسنة الأولى دائرة التسجيل والقبول وبجامعة بير زيت خصيصا تعطي كل البرنامج الفصل الأول والفصل الثاني للطالب، وملزم فيه الفصل الأول والفصل الثاني. في بقية الجامعات لا، الفصل الأول فقط، لأنه زي ما تفضلتي ما بيعرف شو الخطط الدراسية، ما بيعرف المساقات، ما بيعرف شو مستواه بالإنجليزي بعد ما قدم الامتحان، فبالتالي هو ملزم في برنامج كامل متكامل وعليه انه يمشي فيه. هلا احنا ما بنربط الطالب في الكلية بعد السنة الأولى. إذا بده الطالب يحول لأي كلية بيحول، ولكن صعب جدا. ليش بقول أنا برجع بكرر السنة الأولى أصعب سنة في الجامعة. إذا اخترنا صح فإحنا مشينا بنكمل صح حسب الخطط الدراسية اللي توضع للطالب. إذا حيد عنها الطالب فبالتالي هو رح يتعثر أكاديميا صح. ويحسبي على التعثر الأكاديمي شو بتأتى من مصاعب. أولا بدفع مصاري زيادة للجامعة، تأخر فصول يعني، والوضع الاقتصادي اللي إحنا كلنا يعني
بنعرفه في البلد. ثاني شيء هو يعني لما يتعثر أكاديميا أساسا بحبش الجامعة ولا بحب حاله ولا بحبه أهله. يعني شوف الطالب اللي بيروع وهو حامل شهادة لائحة شرف لأهله، والطالب اللي بيكون راسب في مساق أو مساقين وبروح عند أهله. يعني بالفعل مثل ما أشرت حضرتك ست بادرة، وخلينا نقول باللغة العامية بنقول بجرجر حاله جرجرة بها سنين. بس أنا بدي أسألك لأنه الوقت بيداهمنا أستاذة بادرة، كلمة بتوجهيها بموضوع الإرشاد الأكاديمي. هلأ الطلبة بنتمنى لهم، طلبة الثانوية العامة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، الله لا يضيع لهم تعب. بالتالي يعني كلمة بتوجهيها لهدول الطلاب أول ما تفوتوا الجامعة وين تروحوا، وأيضا للجامعات إنهم يهتموا بموضوع الإرشاد الأكاديمي. أنا يعني بتمنى على جميع طلبة الثانوية العامة إنه هلا إحنا طرحنا طلبات الالتحاق لجامعة بير زيت بالذات وكمان شوي بقية الجامعات. لما يجي يعبي طلب الالتحاق بالجامعة، إذا ما كان متأكد من إيش هو حابب يدرس بالجامعة وإيش ثم إيش بده يتخصص، لأنه عندنا هلا وضع صعب بالجامعة، إنه عندنا تخصص مباشر، قبول مباشر وقبول غير مباشر. القبول المباشر هو بلزمك لما بتحولي على كلية أخرى تروحي على قبول تخصص مباشر في الكلية الأخرى، وهذا بياخد وقت. الجامعة بحكمها قوانين وأنظمة، ما عندنا وقت لهذا الحكي. فأنا بقول لطلاب بير زيت سواء اختاروا بير زيت أو غيرها إنهم يختاروا الكلية بطريقة مهنية. إيش مهنية معناها؟ كمان لازم يعرفوا إنه أنا شو المهنة المستقبلية اللي أنا بدي أمتهنها، وبعدين بيجي دورنا كمرشدين كأهل قبل ما يعني بعد ما يعبي الطلب فيه ما هو كمان خيارات، في 5 خيارات، وإذا بدك تحيره خيره 100%. إذا كان مش مقتنع بالكلية بتمنى على كل الطلاب إنهم هلأ العالم كله بين إيديهم يفتحوا على جوجل يشوفوا شو المهنة المستقبلية لإلهم. إذا ما عرفوا يتوجهوا إلى دائرة التسجيل والقبول، يتوجهوا لأي دائرة من الدوائر، رؤساء الدوائر كلنا في خدمة الطلبة سواء كانوا هم ملتحقين أم لم يلتحقوا بعد، ولكن قدمنا الطلب وإحنا بدنا نعرف هاي الكلية وين بتوصلنا. الأهل عليهم يدفعوا المصاري، احنا كمرشدين علينا توجيههم، وان شاء الله انه بس بيردوا علينا واللي بهاي وبالبهاي وبسمعوا الحكي. بالجامعة اذا انت السنة الاولى بنيتيها صح زي اساسات البيت بالضبط. صحيح. اذا انت بنيتي اساسات صح بالسنة الاولى رح تكفي السنة الثانية والثالثة والرابعة زي ما بتبني بيت ثالثة طابق ثاني وثالث ورابع. ولكن إذا بالسنة الأولى وبالتحديد في عندنا هلا قوانين وأنظمة كمان صعبة، إنه إذا وصل حد 54 ساعة مش مضبوط في دائرة، إذا جاز التعبير، أو مش متخصص فهو مفصول من الجامعة لفصل الأكاديمي. وهي بالفعل يعني المشاكل حتى إحنا من تجربتنا يعني بالجامعة من زملائنا اللي كانوا متعثرين، إذا بلشت معه أول مشكلة أكاديمية بتكر وراها باقي المشاكل. بالضبط. يعني بكل الحالات اسمحي لي ما يتعودوا على سحب المساقات، إنه أوكي بسجل هاي المادة وبسحبها. هذه سحب المساقات اللي بيتعودوا عليها. أولا بنصرف مصاري بنكبهم بالأرض، ثانيا بيعتمد عليها بخططهم الدراسية مساقات أخرى، وبالتالي لما بتخرجش الطالب مع دفعته بيكون يعني نفسيا بدك ترجع تلملمي أكاديميا ونفسيا واجتماعيا. يعني الكلمة الختامية هي موضوع الإرشاد الأكاديمي. يا طلاب السنة الأولى بالجامعة هو مش مجرد خيار ممكن تتوجهوا له، اعملوا لكم زيارة لمكتب المرشد الأكاديمي أو المرشد الأكاديمية، وأكيد مش رايحين تخسروا. وست بادرة عبد الهادي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، أنا متأكدة هلا كتير طلاب تذكروكي. أكيد بتسمعونا. الحقيقة أنا الطلاب يعني هلا يعني أنا كثير شاعرة معهم، بعرفش إذا رح يفكروا بهذا الموضوع. بس مرة ثانية يعني إذا داهمنا الوقت، شكرا لاستضافتك والإضاءة على هذا الموضوع، لأنه هو من المواضيع اللي هامة جدا. صحيح. جدا في هاي المرحلة بالذات. أنا بتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلبة الثانوية العامة المتوجهين حاليا لتقديم الامتحانات، وصدقيني إحنا ولا حدا بيبخل عليهم بأي معلومة إذا أفضونا بأي شيء بدهم. أكيد يعطيكم ألف عافية. يسعد مساكي ست بادر عبد الهادي المرشدة الأكاديمية في بير زيت. شكرا جزيلا. شكرا إلى اللقاء. تسلم يا أهلا. وشباب وصبايا لازلت وإياكم في برنامج فلسطين الشباب حتى 5 مباشرة إلى الشباك الثالث ومجلة فلسطين الشباب. مجلة فلسطين الشباب.
كالمعتاد في هذا الشباك عادة ما نستضيف الشباب والصبايا اللي بيشاركوا مجلة فلسطين الشباب بموادهم المختلفة، سواء مواد كتابية أو أعمال فنية أو حتى صور فوتوغرافية. ضيفتي لهذا الأسبوع الفنانة هبة بغدادي. هبة نشر لها في مجلة فلسطين الشباب صورة عن عملها الفني اللي هو فيديو أدائي. هذا الفيديو الأدائي كان بعنوان ما وراء القناع. وهبة مساء الخير. مساء النور. هلا، أهلا وسهلا فيك هبة. العمل الفني اللي انتشرت لك صورة عنه بمجلة فلسطين الشباب هو فيديو أدائي. يعني بدي بس هاي الصورة لكل الشباب والصبايا اللي هلا بيسمعونا وما حلفهم الحظ إنهم يشوفوها، بس توصفي لنا إياها هي من أي مقطع من هذا الفيديو. أولا برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أنا بشتغل بمجال الفنون الأدائية البصرية. دائما تحكي عن ما وراء القناع، بيحمل معنى الهوية. فالهوية عندي إياها بمجال مختلف عم داخله. بيحكي عن مفهوم الجمال، كيف أنا بقدر أتخيله بالمستقبل كيف ممكن يكون. فالفيديو هذا عم بيحكي عن وراء القناع. بيحكي عن فكرة إنه كيف الصبية ممكن تتوقع بين الحاضر الواقع هلأ وما بين المستقبل كيف ممكن يكون شكلها. بالطبيعي إحنا الإناث معروف قديش إحنا كيف نهتم بالجمال، فدائما بيكون في عنا حاجز خطر إنه نكبر في العمر ويبطل شكلنا مثل ما هو هلأ. فدائما بلعب في الدور. يعني جميل. الفكرة عميقة وهي فكرة يمكن بتلامس كتير من الشباب والصبايا اللي هلا عم بسمعون. حتى الشباب هالأيام صاروا يخافوا إنهم لما يكبروا يختيروا ويصلعوا. هبة مش بس الصبايا، ولا شو رأيك؟ هلا أنا بالعمل الفني اللي أنا عم بقدمه هو إنه أبحث عن شكل الهوية المستقبلي. فعليا أنا عندي الفكرة هذه من استفزاز معين صار إنه أنا من القدس وبحمل هوية إسرائيلية وما معي جواز سفر بيحكي عن إني أنا فلسطينية. فصرت أتعامل مع الموضوع بعمل مفاهيم. أستخدم الفكرة هذه إنه من خلال شكلي أنا أعبر عن جنسيتي من دون حتى ما أستخدم لغتي، ما يكون معي أي وثيقة تحكي عن شكلي. فكان عندي كل التصورات الأشياء اللي أنا بتوجه لها هي بس من خلال وجه شكلي. فدائما الكاركتر تبعي بأخذ شخصية ثانية. وكل شخصية عم بتمثل موضوع بالمفهوم تبع الهوية. جميل. يعني هون بنتحدث عن الشكل وعلاقته بالهوية، قديش بالفعل ممكن يكون الشكل هو تعبير عن الهوية. بدي أسألك هبة، لأنه شوي مزنوقين بالوقت، بدي أسألك عن موضوع الفن الأدائي. ليش تخصصتي بالفن الأدائي؟ أولا أنا حسيت إنه مساحته كثير وسيعة، يعني تقدري تستخدمي فكرة الجسد، يعني تطرحي من خلالها فكرة معينة أو قضية معينة أو حتى رسالة تبقى مستفزة نوعا ما بالمفهوم. والمساحة بالفن الأدائي مساحة حرة، الكل بيقدر يستخدمها ليعبر فيها عن شيء هو بيسويه. فحسيت مساحتي بهذه المنطقة وتكون كثير وسيعة، فاخترت هذا المجال. قديش بتلاقي في تحديات بوقتنا الحالي اللي بتواجه يمكن فنانة شابة وحضرتك مثل ما ذكرتي، ويمكن كتير معظمنا يعني معظم الشباب الفلسطيني بغض النظر عن أماكن تواجده في عنده أزمة هوية معينة. بالتالي قديش بتحسي إنه بالرغم من اختيارك تخصص الفنون الأدائية هبة، قديش صعب إنه تثبتي هويتك الفنية كهبة بغدادي؟ أولا الصفات اللي أنا عمالي بشوفها هذه هي اللي عم بتدعمني وعم تعطيني معنوية مختلفة بمواجهة الأشياء حوالي. فهي عم تزرع عندي قوة مختلفة إن كيف أثبت وجودي أولا كإنسان بالمجتمع تبعي، إنه من حقي أعبر أو إني أحكي أو إني أطلع بشكل مختلف. فهذه المواجهات بحسها هي داعم أصلا للشخص، وهي عم تبني شخصية مختلفة داخل كل إنسان فينا. وطبعا كل واحد وإرادته. ما هو يعني بالفعل. وهلا بعد يعني كنا بنتحدث احنا بالجزء الاول من البرنامج كنا بنتحدث عن محمد عساف، وبعتقد انه كتير مهم انه بغض النظر اذا كنا بنتفق او بنختلف، بس محمد عساف يعني شكل حافز لمجموعة من الشباب الفلسطينيين انه لسه الاحلام ممكنة، يعني ممكن تتحقق وممكن نوصل للمحلات اللي بدنا اياها. يعني انا هذه محمد عساف فنان بغض النظر عن
فكرة العمل اللي هو عم بيقدمه غنائي، هو كفنان وكفلسطيني هو بيمثلني. صح. فأنا بحس بالعظمة هذه إنه كيف فلسطين عمالها بتنشأ وعمالها تطلع عم تسمع العالم إنه هذا مكان حر وعنده طاقات لازم تطلع 100%. وهي رسالة قوية لكل الشباب، بغض النظر عن ظروفكم، بغض النظر عن التحديات، سواء فنانين، مغنيين، مبادرين، كل هاي المجالات، إلا إنه بالفعل بتقدروا تحققوا ذواتكم بطريقة أو بأخرى. بدي أسألك سؤال أخير هبة، طبعا هو العمل الفني اللي حضرتك ما وراء القناع هو فن أدائي، ولكن انتشرت له صورة بمجلة فلسطين الشباب. هل تعتقدي إنه هاي الصورة اللي انتشرت عن هذا العمل الفني هي بتستهدف جمهور غير الجمهور اللي ممكن يجي يشوف هذا العمل الأدائي في صالة العرض؟ صراحة هو بالعادة الفن بيستهدف كل الناس، لكن الشريحة اللي بتوجه لها الفن هو حسب الموضوع اللي بيطرح الفن موضوعه. فبالنسبة لعملي هذا بتهيألي إنه يعني ناس كتير شافت هذا العمل ما إلها علاقة بالفن، كان عندها استفسارات إنه ليش عم تستخدمي اللون السكني كتير في ألون وجهي باللون السكني، يكون شعري لون سكني. كان عم بشوفوا فعليا عم بطرح فكرة الكبر في العمر، إنه قديش في عندي توتر وعندي قلق إنه لازم أضلني صبية، لكن الزمن رح يتغير وأنا رح أتغير وكلنا رح نتغير. فبهذا الموضوع بالذات حسيت إنه كل الناس انتبهت له، مش بس شريحة معينة من المجتمع. أكيد أنا بدوري بتمنى لك التوفيق، وبتمنى نشوف إلك أعمال أكتر وأكتر. الفنانة هبة بغدادي، كل الشكر إلك هبة على هذا اللقاء اللطيف. أهلا فيك. الله معك، إلى اللقاء. إذن تحياتي لكل الشباب والصبايا اللي المتواصلين معنا في البرنامج. مباشرة سننتقل إلى آخر الشبابيك، شبابيك برنامج فلسطين الشباب طبعا، وإلى المحطة الموسيقية، وهذه الحلقة فن بفن، يعني يبدو أنها ضيفنا في هذه المحطة الموسيقية لهذا الشهر طبعا الأستاذ إياد السيتي، موسيقي ومدير فرقة إلى القدس. وإياد مساء الخير. مساء الفل. أهلا وسهلا فيك إياد. أهلا بيك يا أختي. بداية إياد بدنا نتعرف على مسيرة حضرتك الفنية، يعني كيف كانت البداية حتى نتحدث بعد قليل عن فرقة إلى القدس. أول شيء مساء الخير لجميع المستمعين، شكرا لكم للاهتمام في المجال الموسيقي. أنا يعني موسيقي متواضع، يعني مش موسيقي يعني كبير طيبة، ولكن أنا عندي حب وعشق للموسيقى منذ طفولتي، واهتميت في إني أكون عازف عود. وحاليا أنا يعني بعمل في مؤسسة موسيقية اسمها الكمنجاتي، وعندي طبعا إسهامات مهمة في هاي المؤسسة من خلال يعني تأسيس فرق كثيرة في المؤسسة، من ضمنها الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، وأسسنا فرقة جنين للموسيقى الشرقية تعزف قطع موسيقية شرقية، وأخيرا عملنا عمل اسطواني للقدس يغني، وحبينا إن نضلنا نحافظ على هاي المادة الموسيقية اللي هي من ألحان الأستاذ خالد صدوق وألحاني. عملنا فرقة، أطلقنا فرقة في 11/4 اسمها فرقة إلى القدس. هاي الفرقة هي بتضم مجموعة من الموسيقيين الشباب والمغنيين اللي أصواتهم جميلة، بتغني بشكل عام لفلسطين وبشكل خاص لمدينة القدس، حتى إن نحاول نقل مشاعر المستمعين من حيث تواجدهم إلى القدس على الأقل بالإحساس والمشاعر، لأنه جسديا من الصعب يعني أو مستحيل ندخل القدس بشكل طبيعي. لماذا القدس فقط؟ يعني لماذا لم يكن هناك يعني الكثير من المدن الفلسطينية نحن ممنوعين من الدخول إليها أو رؤيتها؟ يعني نعم، احنا ممنوعين نروح على حيفا وعلى القدس وعلى كل الأماكن اللي احتلت عام 48. إلى القدس، هي القدس يعني فيها رمزية إنها القدس عاصمة دولة فلسطين، وإن شاء الله رح تبقى عاصمة دولة فلسطين. القدس أكثر مدينة مقدسة بالعالم. في كمان جوانب أنا بالنسبة لي مهمة، إنه بتمنى إنه كل العالم العربي يتجه نحو القدس، لأنه هي القدس هي القبلة اللي يعني القبلة الدينية والقبلة السياسية والإنسانية اللي لازم كل الناس في الوطن العربي يتوجهوا نحو القدس. أنا بحاول أساهم إني أوجه الناس من خلال الغناء والموسيقى. جميل. هاي إمكانياتي، لو عندي إمكانيات ثانية خليهم يتوجهوا نحوها، يعني بالتحرير ما عنديش مشكلة، بتمنى. بس إمكانياتي أنا موسيقي، من خلال إمكانياتي بتمنى إنه الناس تتوجه نحو القدس، ما تتوجه لأماكن ثانية. الأولوية القدس.
جميل جميل. أستاذ إياد، يعني أنا بدي أرجع أسأل حضرتك عن موضوع دور الفنان بنقل والتعبير عن القضايا المجتمعية، ولكن بداية بما أنه حضرتك أشرت أنه بتشتغل بمؤسسة الكمانجاتي، طبعا هي من المؤسسات الرائدة في المجال الموسيقي وفي نشر الثقافة الموسيقية خلينا نقول في المجتمع الفلسطيني. بدي أسأل حضرتك كيف بتقيم هالواقع؟ المؤسسات الفنية اللي موجودة حاليا كيف بتقيمها وبتقيم واقع عملها وأدائها على الساحة الفلسطينية؟ هل هو مجرد أشياء شكلية أم أنه في بالفعل حركة فنية عم تنمو وإن كان بشكل بطيء ومتواضع؟ هو يعني في حركة فنية بتنمو بشكل بسيط، يعني أنا بتأمل أن تكون أكثر من هيك. بتأمل أن يكون في يعني لدى الحكومة الفلسطينية والسلطة أو دولة فلسطين إن شاء الله بتصير إنها تهتم في الجانب الثقافي وترفع ميزانية مساهمتها في المجال الثقافي أكثر من ميزانية الأمن. يعني إذا كانت السلطة الوطنية أعطت يعني اهتمام بالثقافي من خلال ميزانيتها، بعتقد الثقافة بتنمو أكثر يعني وبصير في أكثر تحكم في العمل الثقافي. إحنا عندنا في تقصير يعني على أساس يعني أنا ما بحس إنه في مشاريع تنمية ثقافية في المؤسسة الرسمية. إذا كان في هنالك قرار في إقامة مشاريع تنموية ثقافية، بعتقد الموضوع رح يكون قوي. هلا الموجود حاليا مؤسسات بتأخذ دعم من الخارج، يعني إمكانياتها حتى صلاحياتها حتى يعني بتحاول قدر المستطاع أنها تعمل شيء من لا شيء. إنما أنا بعتقد إذا كان هنالك توجه رسمي من المؤسسة الرسمية لأنه يكون في هناك خطط تنموية ثقافية حقيقية، على ما أتصور أنه حيكون في نمو ثقافي سريع. والظاهرة اللي بنشوفها حاليا هي تشجيع الفنان الفلسطيني اللي احنا بنفتخر فيه محمد عساف. هذا استفتاء لأنه المجتمع الفلسطيني بحاجة للثقافة وبدعم كل أشكال الثقافة والفنون. أما إذا إحنا ضلينا نحط موضوع الثقافي بشكل والله ترفيهي وبشكل يعني إنه أوكي يعني ماشي الحال هيك، إذا ما كانش في استراتيجية للعمل في العمل الثقافي، بعتقد بضلها جهود ضائعة. ولكن البعض مثلا يعني وجهة نظر ثانية تقول إنه إذا اقترب الرأس مال كثيرا من الفن يفسده. يعني أنا المؤسسة الرسمية هي قطاع عام وليست رأس مال. أنت صحيح بتحكي إذا اقترب رأس المال على أي فنان يفسده، أنا أتفق معك، ولكن أنا أقصد هنا في كلامي المؤسسة الرسمية هي قطاع عام وليس رأس مال. يعني هذا قطاع الشعب، اللي هي المؤسسة الرسمية اللي هي الحكومة، ما هي أموال الشعب، لازم تنصرف، لازم يكون في هامش إلها للدعم الثقافي والتنمية الثقافية في المجتمع. جميل. إنما رأس المال إذا اقترب نعم بده يصير الفن مجير لصالح رأس المال وصالح الشخص اللي بمول هذا الفن زي ما بصير. لا شك انه يعني موضوع ظاهرة محمد عساف وتشجيعه وهذا الفرح والاحتفاء الفلسطيني بالفن وبالفرح وبالغناء يعني هو فتح عيون الكثير على يعني طرح الأسئلة حول لماذا لغاية الآن يعني مئات المواهب وآلاف المواهب والإبداعات الفنية والثقافية هي مدفونة ولا أحد يتبناها ولا أحد يسعى إلى تبنيها، وربما هذه رسالة قوية أعتقد أستاذ إياد. عودة إلى إلى القدس لأن الوقت بداهمنا أعذرني، ولكن أود أن أسألك يعني إلى أين تريدون أن تصلوا بهذه الفرقة؟ ما هو التغيير الذي تودون أن تخلقوه إضافة إلى نقل هذه المشاعر للمستمع وكأنه هو الآن موجود في مدينة القدس واستطاع زيارتها؟ يعني الهدف تبعنا هو القدس بالتأكيد، ما في هدف غيره. أنا يعني كمان في فكرة أو يعني الهدف اللي إحنا بنشتغل فيه إنه في حال إنه في أي طاقة موجودة عند أي إنسان فلسطيني إنه يوجهها نحو الوطن، نحو القضية المركزية هي موضوع الوطن، قضايا اللاجئين، قضية يعني إحنا نكبتنا وقضية احتلال عاصمتنا واحتلال حياتنا وفصلنا عن بعض وتقسيماتنا اللي طبعا إن شاء الله تنتهي هاي التقسيمات ونعيش مع بعض. فأنا كل فنان لازم يوظف كل إمكانياته وإبداعاته لخدمة القضية الوطنية الفلسطينية. وأنا أصلا معجب بمحمد عساف لأنه في كل لقاء له كان يعني يحاول يعني يوظف كل نجاحاته لمصلحة القضية العربية. يعني يوم حكى أنا فنان عربي من المحيط إلى الخليج، وهذا إشي مهم جدا إنه إحنا كناس عروبيين كناس عرب كفلسطينيين إذا نحاول نوظف إبداعاتنا لمصلحة هذه القضية اللي هي الآن القضية المركزية، قضية فلسطين وقضية الوطن العربي. إن شاء الله إنه بتوحد، وإن شاء الله إنه بنمو ثقافيا وبزدهر اقتصاديا، وإن شاء الله الشعب العربي بيعيش حياة أفضل من كل شعوب العالم، لأنه بيستحق الإنسان العربي إنسان عظيم وإنسان يستحق الاحترام ويستحق إنه يعني يعمل ويعني إنه كل الجهود تتضافر نحو ازدهاره ورقيه. يعني بالفعل هذا اللي بنتمناه أستاذ زياد، وبنتمنى يعني يوما ما تكون الفنون والثقافة على رأس أولويات اهتمامات الجهات الرسمية والأطر الرسمية. يعني هذا ما نريده لأنه من هنا يخلق التغيير. بكل حالات أنا بتمنى لكم التوفيق، وسعيدة جدا بمداخلتك أستاذ إياد ستيتي، موسيقي وأيضا مدير فرقة إلى القدس. شكرا جزيلا. العفو، أهلا وسهلا. الله معك، إلى اللقاء.
إذن قبل أن نختم البرنامج سنسمع أغنية لفرقة، طبعا هي أغنية من التراث الشعبي الفلسطيني بعنوان جنين بتصرف لحني من الفنان إياد السيتي، طبعا صوت وغناء براء فرسيني وصالح شعبان من جنين. ختام البرنامج أذكركم بأنه برنامج فلسطين الشباب هو من إنتاج مؤسسة فلسطين الشباب للإنتاج والترويج الثقافي بدعم من شركة جيل للنشر وبالشراكة مع إذاعة رايا FM. شباب وصبايا، بختام الحلقة أذكر بأنه يمكنكم الاستماع لإعادة الحلقة يوم الأربعاء الساعة 10 مساء على أثير رايا FM. غدا ستجدونها إن شاء الله على موقعنا الإلكتروني فلسطينالشباب.com. ستنشر فورا بعد ذلك على صفحتنا على الفيسبوك فلسطين الشباب أيضا، وعلى قناتنا على اليوتيوب التي تحمل نفس الاسم. اللقاء بكم يتجدد يوم الأحد القادم تمام 4 مساء. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا نسرين عواد، في هندسة الصوت الزميل علاء البرغوثي. إلى اللقاء.